صراحه زوين بزاف. خليكم معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. كيف ما كتشوفوا الجنجلان راني كنقي فيه من بعد ما غسلته تنشف، نقيته حتى هو. شحال ديال الزبل حيدت منه، واخا زعما كراه نقي وما فيش الزبل صراحه، فيه غير هذاك الجنجلان الكحل الحجار داكشي ما فيش. من بعد فما نقيته كنحمرو راني تحمر. هذه والنافع حتى هما نقيتهم ودرتهم، هما ما كنغسلهمش صراحه، غير كنقيهم وكنمسحهم بشي زوين، كنقي وكنحمرهم باش كيبقاو في اللون ديالهم. هذا إلان تا هو من بعد ما نقيتو درتو تا هو وهذا الشيء درتو في نهار واحد. من بعد نهار واحد عاد درت عاد خلطو هذاك الحمص كيف ما شفتو. هذا الشوفان حمرته في الكوكوت مع الشعير. من بعد فاش تحمر درت الشعير. انا السفوف كنديرو بالشعير صراحه، بلا زيت بلا زبده بلا، يعني صحي. من بعد فاش وجدت كلشي عندي هنايا الشعير، هو 2 كيلو ديال الشعير، 2 كيلو ديال اللوز، 2 كيلو ديال الحمص، وهنايا هذا اسمحوا لي 2 كيلو ديال الجنجلان. الحمص عندي غير 4 وإلا 4، والشوفان تا هو تقريبا عندي شي 4، وهنايا النافع وحبة حلاوة والقرفة. من بعد ما طحنتهم تا هما وجدت كلشي صافي. من بعد دابا غادي نعاود الطحين لهداك الشعير، وغادي نطحنو باش يتنيل بزاف، لان راكم عرفتوا الشعير تيبقى شويه حرش. صافي من بعد فاش طحنتو غادي نخلط كلشي في الطبسيل هذا. الطبسيل تبارك الله راه كبير. هنايا النافع غندير واحد 3 المعالق ديال النافع، وحبة حلاوة غندير واحد 2 معالق تا هما عامرين، يعني معالق كبار عامرين ديال حبة حلاوة. كاين اللي كيديروا غير بالنافع، انا كندير النافع وحبة حلاوة بجوج بيهم. وهنايا القرفة غادي ندير واحد 2 معالق 3 المعالق كبارين ديال القرفة. من بعد حتى هي ما طحنتها وغربلتها، كلشي غربلتو، راه ما سجلتش معاكم صغيرين لان كلشي غربلتو باش ما يبقاش هنايا مسكه حره. طحنتها مع شويه السكر، ما غنديرهاش دابا، تنحيد شويه من السوس صافي. غادي درت دابا في الطبسيل كلشي، غادي نخلط كلشي. بصراحه هاد الطبسيل جاني شويه صغير، واخا راه كبير تبارك الله، لنا 2 كيلو من الحاجه ما غاديش تقدني. غادي نقلب كلشي في القصعه، هذه قصعه كبيره. غير انايا بغيت ندير لكم زعما شي حاجه زوينه تبين لكم، ولكن سمحوا لي ما قدنيش هذاك الطبسيل، واخا راه كبير تبارك الله ديال العراسات وما قدنيش صافي. دابا درت اللوز والجنجلان وخليت واحد شويه باش نهرمشو. كما قلت لكم درت 2 كيلو ديال اللوز، 2 كيلو ديال الجنجلان، و2 كيلو ديال الشعير، والحمص 4 إلا 4، الشوفان 4 صافي. غنخلط كلشي عاد نبدا نطحن. لا زيت لا زبده، هذاك اليدام ديال الجنجلان واليدام ديال اللوز هو اللي غادي نخلط به. هو صراحه صحي وكيجي زوين. شفتوا كيفاش مازال ما طحنتوش. هذا غيو دخلت يطلع ليا من بعد ما لقى الباب محلول.
بلا ما ندير كل حاجه بوحدها. اصلا غادي نخلط كلشي صافي. من بعد فاش طحنت هذاك غادي نرجع كلشي عاوتاني لهاديك القصعه الكبيره وغادي نبدا نخلط. هنا خوتي راني ما درت لا سكر لا والو، لان غنحيد شويه من السوس الوالده. عاد السكر ما غنديرو حتى الاخر. صافي هنايا حيدت لها شويه من السوس. وهنايا عاد غادي ندير هذيك المسكه الحره مع طحنطه مع شويه السكر، داكشي باش ما درتهاش من الاول. ودابا الوالده عاد غندير لها شويه المسكه الحره حتى هي ديالها لان كانت باقا عندي. هنايا فاش درت السكر ما بغاش يتخلط ليا، غادي نعاود نخلطو هنايا باش يجيني شويه ساهل. من بعد فاش خلطوه ها هو شوفوا كيفاش جا، راه جا مزيان، جا رائع. غادي نزيد هذاك اللوز والجنجلان اللي هرمشت غادي نزيدو. وهنايا شويه الجنجلان خليته هكاك صاين تا هو زدتو كيعطي المنيضر وكيجي زوين. صافي من بعد هذا اللوز واحد نص كيلو تا هو درتو في الماء وسخنتو ونشفتو وحمرتو في الزيت. كنزيدو كيعجبني انا كنزيدو في السفوف. درت شويه في داك السوس وداكشي اللي بقى غادي نزيدو هنايا وانا نخلي واحد شويه باش غادي ندير غير تزيين وصافي. وهذا هي السفوف ديالي. تنتمنى يعجبكم. لايك وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. وشكرا لكم بزاف بزاف. الى فيديو اخر ان شاء الله.